السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة أخبار المملكة العربية السعودية الاثنين، ونبدأها بالعناوين. نيوم يعلن رحيل أحمد حجازي. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا في النيابة العامة. إعلان قائمة المنتخب السعودي الرسمية المشاركة بكأس العالم 2026. نزاهة تعلن التحقيق مع 480 موظفا حكوميا وإيقاف 160 بتهم فساد. نيوم يتجه لإنهاء التعاقد مع سلمان الفرج. الاتفاق يعلن رحيل سعد الشهري. سبب استبعاد دونيس بعض اللاعبين من القائمة النهائية للأخضر بالمونديال. الاتحاد ينافس كبار أوروبا على ضم كوناتي. الهلال يعتزم فسخ عقد نونس بالتراضي. المملكة تدين الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت. رفع نسب التوطين في مهن المشتريات إلى 70%. حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة. تخريج 70 سعوديا وسعودية في جامعات النخبة بهارفارد. ضبط مخالفين لنظام البيئة داخل محميتين ملكيتين. ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في عسير. وارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الذهب. وفي التفاصيل، أعلن نادي نيوم مساء الأحد رحيل المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق بعد مسيرة استمرت موسمين ساهم خلالها في تحقيق الصعود إلى دوري روشن للمحترفين. هذا وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. هذا وكشف المدير الفني للمنتخب السعودي دونيس عن قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم، وضمت القائمة محمد العويس ونواف العقيادي وأحمد الكسار وعبد الإله العمري وحسان التنبكتي وجهاد ذكري وعلي لجامي وحسن كادش وسعود عبد الحميد ومحمد أبو الشامات وعلي مجرشي ومتعب الحربي ونواف بوشل. كما ضمت القائمة محمد كنو وعبد الله الخيبري وزياد الجهني وناصر الدوسري ومصعب الجوير وعلاء آل حجي وسالم الدوسري وخالد الغنام وأيمن يحيى وسلطان مندش وفراس البريكان وصالح الشهري وعبد الله الحمدان. من جهة أخرى، سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصنبي وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني، وذلك بناء على طلب المدير الفني دونيس. هذا وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2026، حيث نفذت 2365 جولة رقابية خلال الشهر المنصرم، إضافة إلى نحو 15,000 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج. وأضافت أن الجولات أسفرت عن التحقيق مع 480 موظفا وإيقاف 160 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. هذا ويتجه نادي نيوم لإنهاء التعاقد مع اللاعب سلمان الفرج تمهيدا لتجهيز الفريق الأول بعناصر جديدة. كما يخطط النادي لإنهاء التعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة ضمن سلسلة من التغييرات المنتظرة على مستوى التشكيلة الأساسية والاحتياطية. هذا وأعلن نادي الاتفاق يوم الأحد رحيل المدرب الفني سعد الشهري عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، منهيا مشواره مع فارس الدهناء بعد فترة استمرت منذ يناير 2025. هذا واستبعد مدرب المنتخب السعودي دونيس عددا من اللاعبين عن التشكيلة الأساسية للفريق، ويأتي استبعاد هؤلاء اللاعبين نظرا لأن دونيس أعطى الجانب البدني أهمية كبيرة في قرار استبعاد اللاعبين بسبب رغبته بتواجد أكبر عدد جاهز لياقيا. هذا ويتابع نادي الاتحاد عن كثب وضع المدافع الفرنسي
كوناتي، ويضع نفسه ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة. هذا وتتجه إدارة نادي الهلال إلى إنهاء علاقتها التعاقدية مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز في ظل خروجه من حسابات الفريق وابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للهجات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت الشقيقة. هذا وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارا من 31 مايو 2026. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة. هذا وأقيم يوم السبت في جامعة هارفارد حفل تخرج الطلبة السعوديين في جامعات مدينة بوسطن، وذلك تحت رعاية الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمشرف على أمريكا الجنوبية. هذا وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الملك عبد العزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. كما ألقت القوات القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 30 رأسا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. هذا وأعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية لاستغلالهم الرواسب في منطقة عسير. وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي على تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في المملكة في جميع أنحاء المملكة. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%. هذا وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8%. الأمن البيئي تضبط مواطنا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة حائل. هذا وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة حائل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه. انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.